دلوقتي برضو الاهلي ادى للزمالك خازوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمراوي ووالي وهاتها في الشبكة. ازيك يا حمراوي؟ الاهلي ادى للزمالك خازوق. فشل. انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجه. ايوه ما ادانيوش حاجه. جامد قوي. يعني فاهم انت، يعني مش هنخش على يعني حوار بتاع سيد عبد الحفيظ ده اللي اتكلم فيه. لا لازم نتكلم فيه، هنتكلم فيه في اخر الحلقه. بس هو قال لك في لازم خازوق تركزوا في اخر الحلقه لان هنقول حاجات قويه قوي. هو قال لك في، وهو في اللقاء قال لك في خازوق جاي، بس ما قالش الخازوق جاي منين. الخازوق بقى يعني الاهلي خلص الصفقه بتاعت احنا كجماهير يعني احنا ما كناش نعرف. هو اصلا ما كانش داخل فيها. يعني هو ما كانش داخل فيها. بس خلي بالك الاهلي اول واحد اتكلم على احمد قندوسي اصلا. هو اتكلم وسكت. يعني فاهم، اتكلم اتكلم وسكت. والزمالك اتخم في الصفقه بتاعت اللعيب اللي هو التونسي ده اللي هو اسمه كريستو، اللي هو الصغير ده. مش متفائل بيه، انا بقول اهو من اول. لا ان شاء الله هيبقى كويس. يجي يطلع علينا كده ايه خبر. لا هو احنا الفكره في ايه، ان الاهلي يعني مرتضى منصور كان زعلان من ان الاهلي راح خد مروان عطيه من الزمالك، لان هو الزمالك محتاج جدا ان هو يدعم خط وسطه. ما الكابتن لان خط وسط عنده مشكله كبيره فيه. زائد المشكله الاكبر انه رايح يبيع امام عاشور كمان. هو باع دي او يعتبر بيع. هو باع. ازاي الحال؟ مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ هو باع. فكده خط وسط الزمالك هو باع عشان يجيب بقى مين؟ هو كان ساعتها عشان القندوسي او عبد الله السعيد. القندوسي او عبد الله السعيد. والاثنين راحوا. هو بالنسبه له كان احسن له كاحسن اختيار طبعا من وجهه نظر الكابتن امير مرتضى ان هو يجيب القندوسي. ليه؟ لان هو لسه صغير والمركز ده الزمالك ولعيب حلو. لعيب شفت له كام ماتش كده بصراحه. مع الاهلي كمان. لا هو لعيب يعني. بصراحه يعني خط وسط الاهلي بقى. لا كده قفشه مع السلامه، هيقعد شويه حلوين على الدكه. لا وغير كده يعني خط وسط الاهلي بقى تقيل قوي يعني بقى كله اللعيبه يعني سواء اساسي سواء احتياطي. كل اللعيبه سوبر بالظبط يعني. انا عايز كله ينبسط بالظبط. وده هيرجعنا ايام زمان. ايام زمان، ايام بقى لما كنا بنشوف كوره بقى يعني بصراحه. انا اتمنى كده. فنرجع للموضوع اللي هو القندوسي ده. الاهلي الزمالك كان بيخلص فيه والاهلي خطفوا منه ايا كان، بس هي الصفقات دي خطفه. شايف يا ابني كلام الناس اللي بتفهم؟ هو اللعيب كان عايز يروح الاهلي. وهو اللعيب كان عايز يروح الاهلي وقال لك انا عايز اروح الاهلي وخلاص، او مالناش دعوه. هو الاهلي خلص، حتى لو اللعيب مش عايز يروح الاهلي الاهلي خلص ودفع بس برضه الزمالك عمل صفقه قويه وجاب مين؟ ناصر منسي. ناصر منسي ده منسي خالص. لا هو بقاله فترة مش حلو، بس عامة لا ناصر منسي لعيب مهاجم كويس قوي. بس محتاج اللي يلعبه. فالمشكلة ان عندك الفرق اللي هو راحها الفترة اللي فاتت، سواء كان بيلعب في البنك الاهلي او قبلها كان بيلعب مش فاكر، كان بيراميدز تقريبا. لا بيراميدز. راح بيراميدز والبنك الاهلي. هو ما كانش مش عارف يظهر، مش لاقي اللي يلعبه. فانت عندك لما يجي الزمالك عندك زيزو، عندك يوسف اسامه نبيه، عندك مصطفى شلبي، امام عاشور خلاص مشي. يعني عندك شويه بقى مشكله امام عاشور دي بقى دي كارثه. هو انا بصراحه يعني كان الله في عون جماهير الزمالك. يا حسن يا رب، يا حسن يا رب. ربنا معاهم بقى. احنا هنفضل كل حلقه ندعي لكم. احنا عايزين اللي يدعي، احنا عندنا كاس عالم للانديه.
احنا عايزين اللي يدعمنا يا عم، عندنا كاس عالم للانديه وربنا يسترها علينا وعايزين نعم. بس هي فكره امام عاشور دي. امام عاشور انت دلوقتي راح تبعت امام عاشور لنادي في الدنمارك يعني بابخس سعر. يعني اكيد النادي اللي في الدنمارك ده ما ادكش ملايين، تمام؟ لان الدوري انا مش عارف الدنماركي الصفقة كام، بس هي كام؟ يعني تسعة حاجة، 9 مليون يعني حاجة. ايا كان، بس ده نادي في الدنمارك يعني، وهيلف وهيجيلك يعني، ولا هتعمل ايه، ولا انت هتعمل بيه ايه؟ بس انا عايز بس اسال الفكره سؤال. كلها مين بقى؟ يعني انت لما يبقى وسط الملعب عندك دونجا وروقه سيسي وعمرو السيسي، تقدر تتكلم؟ هاتوا لي الكلب ده هاتوني على مكتبي. لا سيسي يعني ما اقدرش اتكلم، وانت اصلا خطتك يعني 4-3-3 ففي 3 كده في النص مع استثناء دونجا، لان بصراحه انا بحب لعبه. دونجا هو راجل لعيب، راجل في الملعب. مع استثناء دونجا الاثنين بقى اللي هم هيبقوا فوق او هيبقوا تحت او هيبقوا بره يعني فاهم دول. سواء ده كان بيحاول يجيب عبد الله السعيد، ما هو المشكله ان هو كان بيبيعه على اساس ان هو يجيب يا اما قندوسي يا اما عبد الله السعيد، فكان هيعوضه. ربنا يا رب يعرفوا، يا رب يشتروا ناصر ماهر، ويا رب يشتروا عبد الله السعيد، ويا رب يشتروا عندهم بس خلاص يعني يعني المشكله ان فتره الشتاء دي خلاص. انا برضو من ماتش النهارده برضو بصراحه لاحظت ان ناصر ماهر بصراحه يعني بيمرن عواد، نازل معاه تمرينه، فتقريبا الصفقه دي هتتم. وانتوا جماهير الزمالك فعلا محتاجه وسط ملعب، لان الدنيا عندكم بايظه خالص، ولازم تقووا الحته دي. والدفاع المشكله النهارده سواء الزمالك سواء فيوتشر في مشاكل دفاعيه مش طبيعيه. هو عبد الغني طب هو اصلا وهو طبيعي يعني وهو طبيعي ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بيعمل اسيستات. فلما يتخبط في راسه غيروه، بس عامل نفس فكره قفشه، ما فاكر برضه نفس الفكره بالظبط. هو اصلا شايف ما بيعملش، لما يتخبط وعينه تقفل لازم خرجوه يعني فاهم. اهو عبد الغني كان، بس هم عندهم حق برضه، الزنزاني صعب. انا جيت الزنزاني هو انا مسميه الزنزاني، انا مسميه الزنزاني. ده ما خرجش، ده ما يخرجش بره السجن ده ما يخرجش بره السجن والله. بس ربنا يسهل ان شاء الله، الدنيا تظبط مع الزمالك والحال يتطور ويفضل يعطر في الفيوتشر وبيراميدز، والاهلي يفضل يرجع يفضل زي يفضل في الصداره زي ما هو، مع انه ده لو اتحاد الكوره بس ايه. ما هي دي النقطه اللي احنا برضه جايين نتكلم فيها، ان احنا عايزين زي ما قال لك كابتن عبد الحفيظ، قال لك ايه؟ عايزين نسجل النتيجه او الترتيب بتاع الدوري المصري لما ايه كلادنبرج مشي وقبل ما احنا هنسجل على كده، سجل يا تاريخ فعلا، ودي حقيقه ان الاهلي متصدر بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه اللي هو 2 بيراميدز وفيوتشر، و8 عن الزمالك عن الزمالك، تمام. وليه ماتش مواجه مع حرس الحدود. يعني مش هنقول ان احنا هنكسبه، بس يعني مع الصفقات دي اكيد كسبناها قبل ما نلعب بس ان شاء الله عشان الثقه الزياده برضه مش حلوه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ما هي الطبيعي ان انت تكسب بالامكانيات اللي معاك انت، يعني مش جايب لعيبه. نتكلم كوره هيبقى ده طبيعي، لازم تكسب. بس هنتكلم على اللي في ايدينا. سجل بقى على اللي جاي، سجل بقى، ابدا سجل. لجنه الحكام بقى نشوف بقى مين الرئيس اللي جاي، ان شاء الله يبقى الكابتن عصام عبد الفتاح. لا ما اعتقدش هيرجع تاني يعني. مش كابتن عصام عبد الفتاح، هيجيبوا جمال غندور. لا ممكن يجيبوا سمير محمود عثمان. ممكن يعني، لسه هنشوف. بالتوفيق ان شاء الله للي جاي، وان شاء الله اهم حاجه بس نبقى الايه الكوره يبقى فيها فيه، لان الزمالك مثلا كان السيزون اللي فات برضو 27 ضربه جزاء في الموسم يعني. احنا عموما لا، بس برضه انا زي عشان احنا بنتكلم بحياديه، احنا فعلا دلوقتي بنتكلم ان
احنا عايزين الكوره يبقى فيه عدل عموما، ولا نتكلم واحنا طول عمرنا ما بنحبش نتكلم على التحكيم، ولا اصل الزمالك كسب للتحكيم، الاهلي كسب بالتحكيم، الزمالك فيه مجاملات، الاهلي فيه مجاملات، الكلام ده كله مش عايزينه، ولا الاهلي ولا للزمالك عموما يعني. بعد الاحداث اللي حصلت برضو في خلال الاسبوع ده، منتخب اليد. منتخب اليد بصراحه كان مشرف، كان عادة يعني، هو دايما مشرفنا ودايما عالي راسنا، بس الواحد كان ودايما نفسه حاطط رجله في مع المنتخبات الكبيرة، مع الثمانية الكبار كالعادة. حظ كالعادة برضو مش محالفنا للمرة التانية على التوالي، أو لتاني سنة على التوالي. انت لعبت كل الكبار يا جدع. وعملت يعني، اديت يعني، انت بص لو يا بصيت على فرق النتائج هتلاقي ان انت لا، انت تعبت. لا انت ماتش الدنمارك بصراحة يعني ما اديتش فيه قد كده. أسوأ ماتش، بس في الآخر النتيجة كام فرق قد إيه؟ فرق 5 نقط. أنت بتتكلم في برضه مش الفرق الكبير اللي يبين إن أنت ماتش فريق أو السويد منتخب كنت قليل. كسبان الشوط الأول وضاع منك، يعني كنت كسبان نص الشوط الأول وبعد كده خلت الفرق يبقى 4 و5. ماتش ألمانيا الأداء كان رجولي جدا بصراحة. عملت لا، أنت شفت يعني الناس، ألمانيا فرقت في الشوط الثاني 7 بونت. أنت ترجع تعمل ريمونتادا وتعوض وتتعادل، وفي اخر ثانيه في الماتش تجيب كره في العارضه. لو كانت جت كانت بتاعت علي زين، لو كانت جت كان زمانها خلاص خدنا كسبنا وتلعب على الخامس والسادس. فالحظ ما كانش محالفنا في الماتش ده خالص. حتى في الشوط الاضافي برضو جالنا يعني، في الشوط الاول كان جالنا ان احنا تعادلنا تاني واحنا اللي اتقدمنا، بعد كده حصل التعادل، بعدها برضو جه في الاخر الكره جت في العارضه فرجع هم اللي اتقدموا. ف الحظ ما كانش معانا خالص، بس بصراحة أداء رجولي. بس النهارده كسبنا المجر 36-35. برضو كانت ماتش قوي جدا. برضه أشواط إضافية تعبوا بصراحة. وخدنا مركز 7 عالم. كان الواحد نفسه نلعب في المربع الذهبي ونلعب نهائي، لان هم مش اقل من المنتخبات اللي موجودين في النهائي بصراحه. هم كل اللعيبه بتاعتهم بتلعب في اوروبا. هم عاملين قلق اصلا في اوروبا. ان شاء الله يعني الدنيا، منتخب اليد البطوله اللي جايه يحقق مركز افضل ان شاء الله. وهم رجاله بصراحه. الواحد برضو يعني ما بيصدق يفرح بحاجه تشرف مصر. في الاخر لو انت مكمل معانا الفيديو للاخر يبقى انت راجل محترم. ولازم تدعمنا، صح؟ هيدعمنا بايه بقى؟ ان هو يعمل لايك ويعمل شير ويعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، عشان يفضل معانا ويتابع معانا الحلقات اللي جايه، ويعمل شير لاصحابه عشان يرجعوا برضه يتفرجوا علينا يعني يا باشا كده بصريح العباره تنزل تخبط اللايك المتين وتشير كده، وايه لو انت حابب المحتوى بتاعنا. وبرضه زي ما قلنا هنحاول ان احنا الفتره الجايه نخصص في كل حلقه بنتكلم فيها على الحلقه المجمعه اللي احنا موجودين فيها مع بعض، نخصص جزء ان احنا نتكلم فيه على حاجه معينه نقدر نحاول ان احنا نوصلها للاعلام او نوصلها لاتحاد الكوره عشان نقدر نطور من الكوره المصريه زي ما اتفقنا، وده اصلا الهدف الاساسي زي ما قلنا من البرنامج.